هي اللقطة الطريفة اللي في المباراة بصراحة إن مدرب ريال سوسيداد راح قال لك الكرة بتاعتي والله ما حد هيلعب بيها ومش هتاخد الكرة اوت ليكو. فينيسيوس برضو يعني بيمارس الضحك في انهاء الهجمات، ورغم ان هو يعني المفروض ان هو لاعب بيلعب في احد اهم اندية العالم، ولكن مازال عنده نقطة ضعف موجودة من ايام ما كان زيدان موجود في ريال مدريد. كلام في الكورة مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نتكلم عن فنيات المباراة. رغم السيطرة الكاملة على المباراة في كل لحظة فيها، إلا إن مدرب ريال سوسيداد قدر إن هو يمشي بالمباراة إلى بر الأمان. من الواضح إن مدرب ريال سوسيداد كان عامل أكتر من سيناريو ومقسم المباراة لأجزاء. خطته مشت كويس جدا، وده اللي كان باين ان ريال سوسيداد نازله عايزه ايه؟ عايزه اول الشوط الاولاني ما يخشش فيها جول، في بدايه الشوط الثاني تبتدي تباغت، في الشوط الثاني كله بتلعب على الكاونتر اتاك، وكل هجمه منها واول هجمه قدرت انها توصل عن طريق اللاعب اللي اسمه كوبو في يعني نقطه ضعف عند ريال مدريد زي كامافينجا اللي هو بيلعب باك ليفت وهو مش باك ليفت، فبالتالي ما تقدرش تلومه. فدي كانت اكتر هجمه قدر يعني يباغت بيها ريال سوسيداد. كمان ريال سوسيداد من الواضح طموحه ما كانش في المباراه دي كبير، وده اللي حصل. لكن ريال مدريد بقى، ريال مدريد احنا هناخد وقتنا بقى ونتكلم براحتنا كده. هل منظومه بحجم وقدر ريال مدريد مش قادره تدرب لاعب على انهاء الهجمات؟ معقوله؟ انا مش فاهمها بصراحه. احد اقوى الانديه ويمكن اكثر الانديه تتويجا للبطولات القاريه في التاريخ، حضرتك مش قادر تجيب مدرب زي احمد جميل بتاع اسمه ده المدرب المصري اللي بيدرب محمد شريف، مش عارف تجيب مدرب يطور اداء لاعب زي فينيسيوس، ومكتفي كل الاكتفاء هو بصراحه والله العظيم فينيسيوس يعني دريبلينج نمبر 1. وعايز اقول لك على حاجه كمان، رودريجو نمبر 1. وعايز اقول لك ان دلوقتي ريال مدريد عامل زي المكنه اللي هي لسه بس لو عشقت في بعض كده، يا نهار ابيض على التلت الهجومي لفرقه زي ريال مدريد. اللي خلى وضع ريال مدريد ما بيوصلش للجون بصوره سريعه او بصوره اللي هي خطر، هو عدم وجود او التغييره المتاخره بتاعت لوكا مودريتش. ممكن اقول لك ان اسينسيو ما ينزلش ما كانتش تفرق قوي، لكن التغييره بتاعت لوكا مودريتش كانت المفروض تكون بدري شويه. لاعب بالامكانيات دي كان لابد ان انت تستفاد منه. وفكره ان الريال بيجرب ان هو لوكا مودريتش ممكن يكون من غيره عامل ازاي في الوقت الحالي، لوكا مودريتش يقدر يديك زي ما انت عايز، يقدر يديك 70 دقيقه يديك 60 دقيقه. لكن فكره ان انت تحط لاعب بالامكانيات العقليه، مش هنقول الامكانيات الفرديه ولا الامكانيات العقليه ان هو باص ولا باصين ينقل لك ويفكلك اي دفاع، قعدوا بره لحد الدقيقه 75. مش فاهم. تغيير كان متاخر جدا. ويمكن نقول في اول 14 دقيقه من المباراه فينيسيوس مضيع الكوره، في الدقيقه 60 فينيسيوس مضيع الكوره، في الدقيقه 74 فينيسيوس في ايه يا فينيسيوس؟ يعني اللعيبه اللي بيكون لها قدر او اللعيبه اللي بتكون لها شأن في الانديه الكبيره بيجي لها في الماتش كله 4-5 فرص، من الاربع خمس فرص دول بيسجلوا 4 وبيسجلوا 2 بيسجلوا 3. المهم ان في ناتج ايجابي ملموس لما يجي لك 3 فرص على الاقل فرصه تسجلها لو عايز ان انت يكون ليك مسيره. لكن فينيسيوس بصراحه يعني كميه يعني اهدار للفرص غير عادي. كارلو انشيلوتي يعني بتشكيله ممكن نقول انها كانت مجبر عليها، او يعني مش تشكيله اضطراريه. وانا كان عندي تساؤل ليه ريال مدريد بيتجه او عايز ظهير زي جو كانسيلو، وبصراحه كمان جو كانسيلو من اهم الباكات في الوقت الحالي، فهو احسن باك رايت واحسن باك ليفت يمكن نقول في العالم في الوقت الحالي.
بس يعني انا كنت شايف ان مندي مقضي الغرض، مش محتاج ان انت تجيب صفقه قويه زي كده، وخصوصا ان سياسه ريال مدريد الفتره دي هي ما بتجيبش صفقات ضخمه، هي بتجيب لعيبه شابه ليها مستقبل. فعرفت لما بصيت على المباراه دي بتركيز كده لقيت ان لا، ريال مدريد محتاج باك ليفت يكون قوي وعلى اعلى مستوى. قدامك في الساحه سيو هرنانديز، وده مش جديد على ريال مدريد، وقدامك في الساحه جيو كانسيلو اللي هو بالمناسبه قرر انه يمشي من مانشستر سيتي خلاص. ففكره ان ريال مدريد يعمل بدل، انا شايف انه لا، ريال مدريد محتاج ان يكون عنده مندي، ومحتاج ان يكون عنده محتاج ان يكون عنده جو كانسيلو كمان. وبكده نقدر نقول ان ريال مدريد بيبعد عن الصدارة اكتر، ولان ريال مدريد بيساعد برشلونة على التتويج بالليجا. لسه بدري لسه بدري. لعيبة ريال مدريد المصابة كتير كتير، ولكن فين شخصية البطل يا معلم؟ شخصية البطل فين؟ ما ظهرتش. شخصية البطل كانت في كل مرة بتظهر في الشوط التاني، كل مرة كانت قادرة ان ريال مدريد تسجل اهدرتها تخاذل او عدم انهاء او الفينش السيء لفينيسيوس. ريال مدريد بيلعب الفتره دي باسلوب كويس جدا، هو ان 4-3-3 في حاله امتلاك الكره. في حاله عدم امتلاك الكره فان بيلعب 4-4-2 هنا، فينيسيوس وبنزيما او العكس. بس انا بالنسبه لي ان ريال مدريد عندها كاونتر اتاك شرس ومن اقوى يعني نقدر نقول الهجمات المرتده في اوروبا. بس لازم 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 لعيب بجوده جاريث بيل في الاول، لعيب بجوده كريستيانو رونالدو برضه في موسم 2013 و2012 و2014، لعيب بجوده او بانهاء زي مثلا مبابي. فانت عايز لعيب يقدر ينهي لك الهجمات دي باهداف. فينيسيوس رايح قدام الجون بيحطها تشيب، يعني فينيسيوس رايح منه للجون بيحطها تشيب. فينيسيوس دريبلينج هايل، ما حدش بيعرف يرقصه، بيعدي من 1 و2 و3 مفيش مشكله، كل ده في كوره واحده اوكي، سريع جدا تمام، بيساعد على الكاونتر اتاك اوكي، لكن فينيشر صعب قوي ان يكون لاعب زي ده في ريال مدريد، او الفينش بتاعه سيء كده للدرجه دي. هتقول لي اصلي اوقات بيكون موافق اوقات لا، هو الطبيعي بتاعه مش موافق، هو الغريب انه بيسجل. يعني انا منتظر كده انا وانتوا يدينا العمر ان يجي عليا فتره اقول يا ده فينيسيوس سجلت في السيزون الواحد 23 جول 33 جول. صعب بجد. فينيسيوس لابد ان احنا لابد تشتغلوا عليها بجد. يعني اداره ريال مدريد لابد ان انت تشتغل على انهاء الهجمات عند اللعيبه بتاعت ريال مدريد، وخصوصا كمان ان الفتره الجايه هيكون بقى في لعيب شاب قادم كمان من البرازيل، فهيكون عندك ثلاثي برازيلي لابد ان انت تستغله بصوره ايجابيه ويكون عنده شخصيه في انهاء الهجمات. كده اكون انا قلت صوره مصغره عن المباراه. كان معاكم احمد ناصر. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك في القناه، وفعل كمان زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الى اللقاء.